مرتبة معنا مشاهدينا الكرام. دائما في إطار التغطية كتقوم بها قناة الشعب، قناة شوف تيفي، بخصوص الحادثة ديال السير اللي وقعت قبل قليل هنا بشارع المقاومة بمدينة الدار البيضاء. حادثة سير خطيرة تثبت فيها شابة في مقتبل العمر كانت على متن هذه السيارة، صدمت بعدة حواجز من بينها هذا العمود الكهربائي وانتم تشوفوا. شوفوا العمود الكهربائي منين طاح على هذا الباب ديال هذا المحل، محل ربما ديال تريسيان سودو، كيفاش انه حيد هذا الريدو كله طاح. هانتوما كتشوفوا العمود الكهربائي كيفاش طاح هنايا. ضروري في هذه الأثناء كتدخل شاحنة الجر من أجل نقل السيارة اللي كانت طرف في هذه الحادثة. إلى مصلحة الشرطة. هادشي في شارع المقاومة بمدينة الدار البيضاء. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على السيده اللي كانت طرف في هذه الحادثه او المتسببه في هذه الحادثه واللي كانت كتسوق هذه السياره، اصيبت اصابات خفيفه تم النقل ديالها الى المستشفى. نتمناو بان الاصابات ديالها ما تكونش خطيره.
الحالة الميكانيكية ديال السيارة كيفاش ولات. هذا كيبين القوة ديال الاصطدام الناتج عن السرعة اللي كانت كتمشي بها هاد السيارة. نتمنوا لها الشفاء بالفعل، الله يشافيها فيها والله يهدي ما خلق. شكرا مرة أخرى مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر. ذو البال هاد السرعة في هاد الأثناء، خصوصا في هاد دابا كتخطر شوية ديال الشتا، كتخلي أن العجلات ديال السيارات كيزرقوا، يقدروا يكونوا السبب في مثل هاد الحوادث. مزيان من الناس ديال اللي ديك تا هما داخلين على الخط باش يقطعوا التيار الكهربائي ولا العمود الكهربائي اللي سقط جراء هذا الحادث. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر. الحقيقة الكاملة لواقعة فندق سيدي قاسم وعلاقتها بتصريح الوزير وهبي وهذه التفاصيل. كشفت مصادر مطلعة للصحافة الحقيقة الكاملة للخبر الذي تم تداوله مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتعلق بتوقيف صاحبة فندق بمدينة سيدي قاسم ومتابعتها في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في إعداد وكر للدعارة وعدم تقييد نزلاء فندق بالسجل المخصص لهذا الغرض. وحسب المصادر عينها فإن واقعة الفندق المذكور وقعت يوم 17 مايو الجاري، أي قبل صدور تصريحات وزير العدل وهبي الذي أدلى بها تحت قبة البرلمان، وهو الأمر الذي يؤكد عدم صلتها بتعليق هذا الأخير.